بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة كان التقيت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقريبا لمدة ما يقرب من 6 ساعات، وإحنا الهدف كان من هذا اللقاء إن إحنا كنا نتابع الأول تطورات الموقف الداخلي في مصر، تطورات الموقف في سيناء، والجهد اللي بتقوم به القوات المسلحة لاستعادة الاستقرار والأمن في سيناء، ثم الجهد التنموي اللي بيتعمل وبيترتب وبيتخطط فيما يخص برضو سيناء، ثم أعمال التأمين والسيطرة على كامل حدودنا مع حدودنا الغربية اللي هي حدودنا مع دولة ليبيا الشقيقة، احنا بنتكلم في 1200 كيلو، ثم أعمال التأمين اللي بتقوم بها القوات المسلحة داخل الدولة المصرية. وده كان مهم قوي ان احنا نطمن ان الامور وبقول الكلام دوت عشان اطمن المصريين على الجهود المبذولة وعلى ان احنا كل يوم احسن من اليوم اللي قبله. كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنحقق استقرار وامن اكتر من الايام السابقه اللي فاتت. ولو احنا تابعنا وشفنا الانشطه اللي كانت بتتم والواقع اللي موجود دلوقتي ورد فعلنا عليها والاجراءات اللي بتتم في مجابهتها، هنجد ان احنا كل يوم بنحقق مزيد من النجاح ومزيد من الاستقرار ومزيد من السيطره. ده موضوع احنا اتكلمنا فيه فيما يخص مصر والجهود اللي بتتبذل من جانب القوات المسلحه والاجهزه الامنيه الاخرى طبعا في مجال التامين. موضوع الثاني اللي اتكلمنا فيه كنا بنتكلم على تطورات الازمه في ليبيا وتطورات الازمه في اليمن. والحقيقه انا هوجه رساله للمصريين، لان انا حسيت خلال الفتره اللي فاتت الايام القليله الماضيه ان في حجم كتير من القلق لدى بعض الرأي العام في مصر. أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا لما نيجي نقول إن إحنا نقف وندافع عن أشقائنا معهم، ده أمر مفيش فيه كلام. إحنا مصر لن تتخلى أبدا عن أشقائها في الخليج، ومش بس في الخليج، واحنا بفضل الله قادرين على كده. انا بقول الكلام ده للمصريين قبل اي حد تاني. احنا لن نتخلى عن اشقائنا وسنقوم معهم بحمايتهم والدفاع عنهم اذا تطلب الامر ذلك. ده امر احنا لازم يكون واضح لينا كلنا. مش عايز اقول ابدا ان اشقائنا وقفوا جنبينا، ده لا يليق بينا في التعامل بيننا وبين بعض، لا يليق مننا في علاقتنا بأشقائنا بنقول ان احنا هم وقفوا جنبينا فاحنا هنقف جنبيهم. لا، احنا هنقف جنبيهم حتى لو ما كانش عندهم فرصة ان هم يقفوا جنبينا، لان دي بلادنا العربية. ولما اقول تحيا الأمة العربية في مؤتمر القمة، ده مش كلام بيتقال، ده كلام بيتقال وإرادة موجودة وفعل ممكن يتعمل. لا، ما حدش هيقدر يقرب من أشقائنا في أي حتة، في أي منطقة من المناطق بما فيها الخليج، اللي أنا بقول جزء لا يتجزأ من أمننا القومي الخليج. وأي حد يقترب من أشقائنا إحنا سنتصدى له بكل قوة وبكل ما أوتينا من قوة. الكلام ده بقوله للمصريين قبل أي حد تاني. اوعوا مع كل التقدير للخلفية بتاعت تدخلنا في اليمن في الستينات، ده أمر، والواقع اللي احنا فيه أمر مختلف خالص. من فضلكم، وحتى الناس اللي بتتكلم في هذه المسائل، من فضلكم، الأمور بتخضع لتقديرات كبيرة جدا جدا وحسابات دقيقة جدا. الأمر ما بيتاخدش كده. احنا مش هنضيع بلادنا وبلاد أشقائنا بحسابات خاطئة. وعشان كده احنا ما بنتحركش فقط في إطار احنا بنقول احنا جاهزين
ومستعدين ومعهم في الدفاع عنهم، لكن احنا كمان بنتحرك في اطار ان احنا نوجد حل للمشكله دي في اطار سياسي، اطار سياسي عشان يعني يجنبنا كلنا خسائر ملهاش لازمه. والكلام ده موجه انا قلت الكلام ده قبل كده من كام يوم لاشقائنا في اليمن، واكدوا تاني احنا مش محتاجين نعمل غير ان احنا نتحرك بمسؤوليه تجاه المشكله اللي موجوده فيها اليمن ونحلها كلنا مع بعض. احنا ملناش مصلحه غير استقرار البلاد ديت، استقرار في اليمن، استقرار في ليبيا، استقرار في سوريا، استقرار في العراق، الاستقرار في مصر، الاستقرار في اي حته، في اي دوله من دول المنطقه. ده هدف، وهدف قومي بالمناسبه كمان، ان احنا يبقى في استقرار وامان في كل الدول العربيه قبل كل شيء، ثم العالم كله لو امكن. انا بقول الكلام دوت لاني لقيت ان في نقاش كتير وفي ارتباك وفي اضطراب وفي كلام بيتقال يعني للمصريين هو احنا هنتخلى ولا ايه؟ هنتخلى عن الناس ولا ايه؟ لا. امال احنا اشقاء ازاي؟ انا هقول لكم على حاجه، وانا بقوله برضو مش في اطار رد جميل، لا، لكن عايز اقول لكم الناس ما فكرتش ساعه لما حصل 3/7، ما حدش فكر. سفن الوقود كانت بتتحول من البحر الاحمر والبحر المتوسط تخش على موانينا عشان تضخ وقود في محطات الوقود بتاعتنا لو كانش فيها وقود، وحاجات اخرى كتير قوي انتوا تعرفوا جزء منها كبير، والجزء الاكبر موجود عندنا، امر لا يمكن ينسى. والكلام ده انا بقول للمصريين اصحاب يعني دي بلد عظيمه وشعب عظيم، بلد عظيمه وشعب عظيم الشعب المصري، والشعب المصري ياما ادى وياما قدم من غير ما حد يطلب منه. فاذا تطلب الامر ان احنا نقف وندافع ونحمي مع بعضنا البعض مع اشقائنا، لا هنقف. وانا مش متصور ان في حد ممكن يكون له راي تاني في ده، وانا مش معناه. وعشان كده انا كنت موجود مع هنا في المجلس الاعلى للقوات المسلحه بنتناقش في الموضوع بتفاصيل، بقول اكتر من 6 ساعات، ولسه هيبقى في لقاء مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الامن القومي ومجلس الوزراء. طبعا الامور عندنا بتتبحث بشكل مؤسسي، مفيش كلام، لكن انا بحط اطار اخر كلنا نبقى متوافقين عليه، ان الامن القومي العربي لن يحمى الا بينا كلنا مع بعض، ومحدش ابدا هيدي ظهره للتاني. النقطه دي نقطه في منتهى الاهميه، او الموضوع ده موضوع في منتهى الاهميه كلنا ناخد بالنا منه. ولازم تعرفوا تاني احنا بنتعاون من اجل البناء والتعمير، مش العدوان على حد. احنا ما بنتكلمش على عدوان على حد، احنا بنتكلم على حمايه، على دفاع، على تامين. هو باب المندب ده قضيه امن قومي مصري وعربي، مين اللي هيتصدى له؟ احنا مع اشقائنا. الامن القومي العربي في الخليج، في السعوديه، في الامارات، في الكويت، في البحرين، في اي دوله، ده امننا، ولازم كلنا مع بعض، ومحدش ابدا هيستطيع النفاذ بين اشقائنا وبيننا. كان مهم قوي ان انا اقول الكلمتين دول والشعب المصري يسمعهم مني، ان كان يثق فيا، ان كان الشعب المصري يطمئن ان انا حريص عليه وحريص على كل ابن وبنت من ابناء مصر، على كل قطرة دم من قطرتهم. لكن احنا امه في خطر، امه في خطر، تدافع عن نفسها وستدافع عن نفسها وتحمي نفسها، وتنهض هذه الامه مره ثانيه، وتنهض بفضل الله سبحانه مره ثانيه، وتستعيد مكانتها. شكرا جزيلا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.